بهذا الخصوص ينضم إلينا من درعا الناشط الإعلامي وأحد أعضاء الفعاليات الثورية في درعا الأستاذ حبيب كسابرة. أستاذ حبيب، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. نتحدث عن الحراك الشعبي الذي انطلق من السويداء فدرعا فعم المناطق والمدن الأخرى في سوريا. أستاذ حبيب، إلى أين وصلت هذه الحركات الشعبية وكيف تبدو الصورة على الأرض الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أخواني جميعا. طبعا خرجت بالأمس مظاهرات في جمعة ثورة لكل السوريين. جالت جميع مناطق الجنوب السوري درعا والسويداء، رفع من خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بالحرية للمعتقلين والإفراج عنهم، وأيضا المطالبة بإسقاط رأس النظام السوري بشار الأسد. هذه الاحتجاجات طبعا في الأيام الماضية قوبلت بالرصاص، وتحديدا في مدينة نواة غربي درعا، حيث أطلق النظام الأسد وشبيحته على الحواجز النار على المتظاهرين. يسعى نظام الأسد الآن إلى قمع المظاهرات الاحتجاجية التي تطالب بإسقاطه من جديد من درعا، إضافة إلى استنفار أمني كبير شهدته المحافظة، وتحديدا المربع الأمني لمحافظة درعا، درعا المحطة وحي الكاشف بدرعا. نشهد الآن انتفاضة شعبية كبيرة في محافظة درعا. هل تجدد الحراك في درعا اليوم الآن أستاذ حبيب؟ هل هناك أي حراك شعبي في درعا؟ بالتأكيد أخي الكريم، هناك حراك شعبي وتنسيق عالي المستوى، ليس فقط في الجنوب السوري فحسب، وإنما في جميع المحافظات. نسعى للتنسيق للمحافظات مع المحافظات الشمالية بما فيها حلب وإدلب واللاذقية وأيضا ريف دمشق. هناك تنسيق عالي المستوى كما أكدت لكم وأسلفت لكم سابقا. إضافة إلى ذلك هناك حراك فعلي على الأرض. جميع المناطق في محافظة درعا والسويداء خرجت عن بكرة أبيها ليقينهم أن نظام الأسد ليس لديه أي مصداقية في الوعود التي يجب عليه أن ينفذها في سبيل الإخراج عن المعتقلين. على العكس تماما، النظام يسعى إلى اعتقال جميع من يفكر بالمطالبة بإسقاط نظامها. اليوم ثار الجنوب السوري بأكمله عن بكرة أبيه يطالب بإسقاط النظام. وأيضا أود الإشارة إلى إحدى اللافتات التي رفعت في مدينة جاسم شمالي درعا: ثورتنا لن تموت، ثورتنا لن تموت مهما طال الزمن. 12 عام ويوما بعد يوم يتجدد مطالب الثوار بإسقاط نظام الأسد، فلن تموت. طيب، يعني اليوم أستاذ حبيب، يعني كما تحدثت حضرتك بأن هذا الحراك الشعبي ربما عم أرجاء سوريا، البيانات التضامنية خرجت أيضا. ما يلفت الانتباه هنا مسد مجلس سوريا الديمقراطي أيضا تضامن مع هذا الاحتجاج، الحراك الاحتجاجي، ودعا إلى استمرار سلمية هذا الحراك كي ينجح ويصل إلى التغيير أو يصل إلى مطالبه. أستاذ حبيب، هل المتظاهرين اليوم أو المحتجين عازمين على الاستمرار بسلمية حراكهم والاستفادة من تجارب الماضي؟ طبعا بالتأكيد صديقي، أؤكد لك سلمية الحراك الثوري القائم في الجنوب السوري بما فيها محافظتي درعا والسويداء، ولكن نظام الأسد يسعى بشتى الوسائل والطرق إلى تحويلها إلى مسلحة كما فعل في بداية الثورة في عام 2011. سعى وزج بجنوده وعناصره إلى أن حملوا السلاح ضد المتظاهرين وقاموا بقمع المتظاهرين. نظام الأسد هو من سعى إلى تسليح الثورة السورية، هو من سعى لإجبار الثورة السورية على أن تحمل السلاح بقمعه وبقتله للشعب السوري بشتى أنواع القنابل والصواريخ المحرمة دوليا. الآن يفعل ذات الخطأ وذات الجريمة، يسعى إلى الإيقاع بالثوار السوري من خلال تسليح، يعني دفع الشم على التسليح، خلينا نسميها.
تمام. فالنظام الآن يعني كما أسلفت لكم في بداية الحديث نعم. بأنه قام بإطلاق النار على طيب متظاهرين في في درعا، بلدة في درعا أستاذ حبيب في ألم مدينة نواف يحاول؟ وفي بلدة محجة أيضا نعم قام بإطلاق النار الآن. نعم. الآن تخرج ألم مظاهرات أخي الكريم، مهم. عفوا، تخرج مظاهرات في كبرى مدن محافظة درعا يلي هي مدينة نوى، مهم. إضافة إلى مدينة الصنمين، كبرى مدن محافظة درعا. بالرغم من التضييق الأمني والقبضة الأمنية الخانقة، إلا نعم. أن المتظاهرين عزموا على متابعة هذا الحراك. الحراك الجنوبي مستمر، لا رجعة فيه. إضافة إلى إخواننا من جبل العرب الأشم في محافظة السويداء عزموا على متابعة هذا الحراك بتأييد من رموز الطائفة الدرزية الكريمة، وعلى رأسهم الشيخ حكمة الهجري. ووقف مع المتظاهرين نعم ودعم هذا الحراك. نعم. طيب أستاذ حبيب، يعني اليوم ألم تحاول الحكومة السورية عبر مسؤوليها في درعا تحديدا، ربما في السويداء حدث أما في درعا، ألم تحاول التفاوض مع المحتجين أستاذ حبيب؟ بالتأكيد أخي الكريم، وصلتنا أخبار بأنه قام نظام الأسد وعن طريق محافظ السويداء بالتنسيق من باب تهدئة الأمور بين محافظة السويداء، عفوا، وبين الشيخ حكمة الهجري. قام نظام الأسد أتحدث هنا عن درعا أستاذ حبيب. يعني في السويداء ربما حصلت بعض المحاولات للتفاوض لكنها فشلت، لكن في درعا لم تحاول الحكومة السورية التفاوض مع المحتجين؟ على الإطلاق أخي الكريم. محافظة درعا صوتها واحد منذ 18 آذار 2011، لا تفاوض ولا يعني حديث مع النظام إلا بإسقاطه. 12 عاما تعلمنا منها الكثير. نعم. لم يعد لنظام الأسد أي وسيلة جميل تبرير أو وسيلة دفاعية أو وسيلة لحتى يبرر جرائمه مع أهالي محافظة درعا. هل امتلك أهالي الجنوب، هل امتلك أي آليات تختلف عما كانت عليه في 2011 أستاذ؟ بالتأكيد أهالي الجنوب السوري يعني اليوم بعد 12 عاما أصبحوا أكثر إدراكا ووعيا لوعود النظام التي لطالما أخلف بها. النظام يعني رمى وراء ظهره جميع الوعود. نعم. التي كانت يعني منذ اتفاق التسوية في تموز 2018 وعدنا يعني كان أبرز الوعود التي تم الاتفاق عليها هي إخراج المعتقلين، وإلى الآن وثقنا مئات الآلاف من المعتقلين في سجونه. فعلى العكس تماما، النظام يعني يقابل الوعود بإجراءات أكثر حزما وأكثر تعقيدا، وهذا الأمر الذي جعلنا نقطع التواصل معه. واليوم يشهد الجنوب السوري، أنا بتكلم الجنوب السوري يعني محافظة درعا والسويداء، يشهد انتفاضة من جديد تذكرنا بانتفاضة عام 2011. اليوم نعم. الجنوب السوري أخي الكريم يعني لدرجة أن بالأمس شهدنا يوما عظيما ذكرنا بأيام 2011 قولا واحدا. الجنوب السوري اليوم كتلة من نار، وأنا أعي ما أقول، كتلة من نار. ليس بمقدور نظام الأسد أن يقمع هذا الكم الهائل من المظاهرات ومن الثائرين ضد نظام الأسد. أبناء السويداء اليوم يعني وثقوا تماما بأن نظام الأسد لا يستطيع حتى حماية المؤيدين والخزان البشري لطائفته، فكيف سيحمي أبنائنا وكيف سيدعم يعني وعوده بالأفعال؟ الأستاذ حبيب كسابرة، الناشط الإعلامي وأحد أعضاء الفعاليات الثورية في درعا، كل الشكر لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من درعا، شكرا جزيلا لك.